السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض البانيه او اسكالوب بانيه. هنعمله بتتبيله حلوه قوي ومميزه، واقول لك على السبب اللي يخلي الطبقه الخارجيه تفصل منك، وازاي تكون مقرمشه من بره وطريه من جوه. بخطوه بسيطه بس هنعملها مع بعض. بس قبل ما نشوف الطريقه، عاوزاكم بقى يا امارات تدعموني بلايك واشتراك في القناه، وما تنسوش ام حسناء من دعواتكم الحلوه. يلا بينا نشوف الطريقه على طول. طبعا أنا معايا البانيه بتاعي اهوت، غسلاه كويس قوي بملح وطحينة وشطفاه مرة واتنين اهو. ممكن كل واحدة بقى وغسلها. ممكن تغسليه بليمون بخل. انا هنا بغسله بدقيق وحبة ومعلقة من الطحين. بتطيع ريحة الزفارة تماما، وبشطفه كويس قوي. معايا هنا اللي ضربته في الكبة العجيبة دي، يا اما تضربها في الخلاط. بصلية متوسطة وطماطماية. وهصفي التفل بتاعها كويس قوي، لان انا عايزة المية بتاعتها تمام كده. هنصفي كده البصلة والطماطمية دي، انا عايزة المية بس فقط، عشان نتبل فيها البانيه ده. تمام اوي كده. خدنا المية بقى، هنبدأ نتبل المية ديت بايه يا بنات؟ انا هستبعد برضو البيض تماما، لان في بعض البنات عندي بيبقى عندهم حساسية كده من البيض. فانا هتبل البانيه من غير بيض خالص. تمام. الطريقة حلوة قوي قوي وهتعجبكم. هنعمل ايه؟ خدنا كده المية بتاعت البصلة والطماطمية دي، هنعصر عليها كده نص ليمونة. تمام كده. وهنبدأ نحط بقى معلقة من الملح، معلقة من الفلفل، من البابريكا، ورشة بسيطة جدا جدا من الجنزبيل. وأقلب الكلام ده كله مع بعض. تمام. وهنحط كده علبة زبادي اللي هو الحجم الصغير، يا إما حوالي 3 معالق من الزبادي. وهنستبعد البيض تماما في الوقت ده، لأن في بعض بنات بيكون عندهم حساسية من البيض. هنا ممكن الزبادي نكون احنا عاملينه ويكون يستحسن وأوفر كمان. ممكن تحط نص الكمية، ولكن أنا حطيت العلبة دي علبة حجم صغير مش كبيرة. وهندوبها كويس أوي. دوبيها كويس قوي بالمضرب بقى كده. المهم انها تمتزج مع التوابل اللي احنا حطيناها وميه البصل والطماطم. وما حطيناش طماطم كتير، هي دوبك طماطميه صغننه متوسطه بس. بيدي تيست حلو وطعم حلو كده، ان التتبيله تتشرب منها. تمام قوي كده. ضربنا التوابل دي كلها مع بعض، هنبدا نحطها مع التتبيل مع البانيه اهي. الريحه روعه. عملنا الخلطة دي، هنبدأ بقى نحطها على البانيه كده. ونحطها حوالي ساعة أو ساعتين على حسب وقتك. ممكن لو حطيتيها من بالليل للصبح، بتاخد من طعم بعضيها وبتبقى حلوة جدا جدا. هتجربيها إن شاء الله وهتدعيلي. هنحطها كده في التتبيلة ونفرق كده الطبقات عن بعضيها. ونغطيها كده بالستريتش، ونبدأ نحطها في التلاجة، يعني من بالليل للصبح. لو انت مستعجلة بتبقى حوالي ساعة أو ساعتين. وطبعا على حسب الوقت زي ما قلتلك. ولكن كل ما بتقعد اكتر في التتبيله وتعتق كده، بتاخد من طعم بعضيها. تعالي بقى نعمل الطبقه الجميله. اللي بصي هقولك بقى ان انت تعمليها ازاي علشان ما تفصلش معاكي. خطوة بسيطة بس هنعملها مع بعض. أنا حطيت هنا يا بنات نص كوباية من هنا النشا، ومعلقة هنا كده من الدقيق. وحطيت كمان فيجيتار، أي إما بقسماط أو كريسبي. بصي المتاح عندك حطيه. ممكن تحطي كريسبي بس اضربيه في المطحنة وبيبقى ناعم، لأن بيجي من عند العطار بيبقى خشن. وحطيت نص كوباية من النشا. وحطيت كمان معلقة من الدقيق. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا اسفه يا بنات، حطيت نص كوبايه من الدقيق ومعلقه من النشا. هنكتب لك المقادير في صندوق الوصف. وحبايبي اللي ما يعرفوش صندوق الوصف، اضغطي على العنوان مره، هتلاقي عرض المزيد، هو ده صندوق الوصف. هنكتب لك المقادير تحت. يبقى حطينا كوبايه كبيره من الفيجيتار، وحطينا نص كوبايه من الدقيق، وحطينا معلقه هرميه من النشا. هنبدا بقى نجيب البانيه بتاعنا كده، وابدا اطلع قطعه قطعه بالشكل ده. وهنحطه بقى في الطبقة الخارجية دي. مش هقولك بقى تعملي بيض ولبن، لا، التتبيلة دي حلوة واعتمديها، وهتبقى جميلة جدا. اهم حاجة انك انت تضغطي الطبقة الخارجية كويس قوي بكف ايدك كده. تمام. واهم حاجة كمان ان انا اطلع البانيه من الخلطة دي واصفيها كويس. ما تخليش فيها اي بواقي من الخلطة اللي احنا عملناها دي، علشان ما تطراش معاكي. هنبدأ نطلعها من الخلطة دي كده كويس اهو. ننفضها كده من الخلطة دي كده، ونصفيها كويس. ونبدأ نحطها في المواد الجافة اللي احنا عملناها، اللي هي عبارة عن فيجيتار ودقيق ونشا.
حطينا معلقة هرمية من النشا ونص كوباية من الدقيق وكوباية كبيرة من الفيجيتار، وممكن تستبدليها بالبقسماط، ممكن تستبدليها باللي هو الكريسبي وبس، ولكن بتكوني طحناها كويس قوي في المطحنة عشان بتيجي من عند العطار بتبقى يعني خشنة. احنا عايزين المواد بتاعتنا بتكون ناعمة كده عشان تمسك كويس على القطعة بتاعت البانيه. والخطوة يا ست الكل اللي قلتلك هتخلي الطبقة الخارجية تمسك معاك وما تفصلش، انك انت تضغطيها بايدك كده وتحطيها في التلاجة مدة ما تقلش عن ساعة، يا اما تحطيها في الفريزر. لو انت مثلا بتكوني جايه من الشغل او ما عندكيش وقت تعملي الخطوة دي وحطيها في الفريزر وطلعيها يا دوبك دقيقتين وتقليها على طول. تمام، احنا خلصنا كل الكمية بتاعتنا. اهم حاجة ان بعد ما تعملي الخطوة دي تحطيها في التلاجة على الشبكة مدة ما تقلش عن ساعة. تعالي بقى نحط زيت غزير في الطاسة، والنار ما تكونش عالية عشان ما تلحقش منك وكمان تفصل القشرة منك، لا النار بتكون فوق الوسط بشوية. هنبدأ كده نحط طبق نحط قطعة قطعة، وأول ما تشمع يا بنات بنقلبها على الوجه التاني على طول. تحطي بقى في زيت غزير كده في منتهى الجمال، هتطلع معاكي حلوة قوي قوي، وهتكون مقرمشة من بره وطرية من جوه. شايفة الجمال؟ هنبدأ بقى أول ما تشمع معانا هنبدأ نقلبها على الوجه التاني وتطلعيها يا إما على مصفى يا إما على مناديل المطبخ عشان لو فيها زيت زيادة تصفى، ولكن هي مش هتشرب زيت، ولكن تحسبا إن احنا نحطها في مصفى يا إما على مناديل مطبخ. هنطلع الطبق كده أول ما تديني اللون الجميل ده كده، ما شاء الله تحفة يا بنات، وانا واثقة ان كنتوا هتعملوها وتعتمدوها. واستبعدنا البيض تماما، واستبعدنا كمان اللبن، من غير بيض ومن غير لبن، حاجة كده في منتهى الجمال واقتصادية وفي نفس الوقت هتديكي نتيجة روعة. هنبدأ نحط بقى كمان كام واحدة كده، وأول ما بتشمع بقلبها على الوجه التاني، وخلي بالك النار بتكون فوق الوسط بشوية ما بتكونش عالية. شايفة؟ ما شاء الله جميلة جدا. أنا متعودة أنا أقطع البانيه ولكن التليفون فصل